كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي بيقول لك انا راضي عن اداء اللعيبه بتاعتي، وطبعا كان في شويه حجج، اصل التحكيم، اصل المقابلات، اصل المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، والكلام ده كله. طبعا ايه اللي هي اي حجج اي حد بيخرج بقى كده في اي خساره زي ما بيحصل عندنا في مصر كالمعتاد. بس يا كابتن حسام حسن، اداء اللي انت راضي عنه يعني اداء ايه؟ بدأت في اول البطوله والشعب المصري كله دعمك، والناس اللي كانت بتنتقدك اتقلبت بقت بتدعمك، واحنا كلنا كنا بندعمك. ولعبت الماتش تمام لحد ماتش كوت ديفوار، كنت باشا. كل ماتش بتاخد بيه 3 نقط وتعدي. جيت ماتش السنغال شغلت دماغك انك تلعب بنفس طريقه كوت ديفوار، والنتيجه 90 دقيقه ما عملناش غير هجمه واحده وركنيه واحده. طب فين الفريق؟ هو ده منتخب مصر؟ انت ليه محسس ان انت بتلعب بلعيبه في الدرجه الرابعه؟ انت بتلعب في لعيبه اكتريتها اهلي والزمالك ومحترفين بره. انت معاك 2 محترفين في الدوري الانجليزي، معاك محترف في الدوري الفرنسي اللي انت قلت عليه محترف، اللي انت قلت عليه ربع محترف. رحت نزلته في الدقيقه 83، طول البطوله ما شافش الكوره، شافها في الدقيقه 83 ماتش السنغال. هينزل يعمل ايه؟ ما اعرفش. وباقي اللعيبه تلعب في الدوري المصري في اهلي وزمالك وبيراميدز، يعني اعلى 3 فرق في الدوري المصري من حيث الامكانيات. تيجي انت تقول لي النهارده هو ده اداء المنتخب؟ ده مش اداء المنتخب. يمين شمال، ده مش اداء منتخب اصلا. اداء المنتخب ده لما بلعب بجيب لعيبه من الدرجه الرابعه من مراكز الشباب واقول لهم تعالى العب بطوله. ما كنتش لعيبه من اعلى فئات في الدوري المصري وكمان محترفين وتقول لي لا ده اداء. لا يا باشا، ده مش اداء. واداء اللي انت راضي عليه في مدير فني يرضى عن اداء هجمه واحده طول ال 90 دقيقه؟ هو ده اداء؟